تخيلوا ان انا من نص كيلو لحمة مفرومة عملت 14 قطعة برجر، اللهم بارك. بجد جميل جدا. وكمان ما استخدمتش فول صويا عشان طبعا مضر جدا للي عندهم اطفال اولاد صغيرين. وكمان ما استخدمتش برغل، انا استخدمت مكون صحي موجود في بيوتنا كلها ومش عليه اي مشاكل. يلا بينا نشوف مع بعض عملت ايه. زود لك كمية، بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي ونسمي الله. ده عيش رغيف، عيش عادي جدا، انا حطيته في طبق فيه ميه اللي هو ايه عشان يطرى شويه لغايه ما العيش باش معايا وبقى بالمنظر ده. طب العيش ده فايدته ايه؟ ده بيحل محل فول الصويا والبرغل. وكمان عندي بيضايه، عندي البهارات بتاعتي، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، عندي معلقه صغيره من النشا، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. وطبعا في مكون اساسي هيدينا تطعيمة البرجر، كيس خلطة البرجر هناخد منه مقدار معلقتين. هنجيب الكبة القمر بتاعتنا وننزل بالعيش اللي احنا مبوشينه. عايزه اقول لكم يا جماعه، لما تعملي الحاجه في بيتك بايدك اضمن مليون مره من انك تروحي مطعم وتاكلي فيه. انا جربت كتير قوي اكل من مطاعم، والله بجد بتصدم، بلاقي حاجات في الاكل مش طبيعيه. فانا خلاص جاتلي عقده من اي مكان بره اكل فيه. فاحنا الحاجة اللي احنا بناكلها وبنأكلها لولادنا لازم نكون واثقين ايه هي الحاجة دي، مش اي حاجة والسلام. لا، لازم نبقى ضامنين جودتها كويس عشان على الاقل نبقى مطمنين وهما بياكلوا. بعد ما حطينا العيش هنزل عليه بقى بالبيض، وبعد كده هنزل بكل البهارات اللي عندي. صلوا على النبي يا جماعة. بصوا بقى، احنا لما بنحط العيش والبيض والبهارات بنضربه الاول بحيث ان احنا عايزين قوامه زي قوام اللحمة بالظبط. فاحنا ضربنا العيش الاول مع البهارات والبيض، وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل باللحمه ونضرب بقى كله مع بعضه. اعذروني يا جماعه على صوتي متدمر خالص. هنبتدي بقى ان احنا نفرمه فرمه محترمه كده. بعد كده انا زودت له لان انا كنت ما حطيتش بهارات البرجر فحطيتها وضربتهم معاهم في الاخر يعني. نجيب اي غطا عندنا، نحط كيس بلاستيك عليه وننزل بقطعة لحمة كده محترمة كويسة متغذية كده، ونبتدي ان احنا نفردها. وبعد كده نلم الكيس عليها ونعلم عليها بالايه، باي سكينة عندك تديكي شكل البرجر عادي بكل سهولة. بصوا ما شاء الله عمل لي كمية بجد. انا يعني انا عاملة البرجر يعني حلو، حجمه حلو مش صغير بجد ما شاء الله. انا مبسوطة من النتيجة، بتمنى ان انتوا تجربوه وتفرحوا ولادكم بيه. مستنية طبعا رأيكم الجميل في التعليقات، واشوفكم في وصفة جاية.